هلو جايز، نتمنى هاد الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم في الكنيسة ديالنا مرة اخرى، الكنيسة اللي كان. ولكن اليوم فيها موضوع حساس شوية، قريب بزاف لينا كاملين. يمكن عشتيه، يمكن شفتيه، يمكن حتى تأثرتي بيه بلا ما تحس. في الخدمة، في الدار، في المدرسة، في الشارع، او حتى مع ناس قراب ليك. داك النوع ديال المواقف اللي كيبان عادي من برا، ولكن كيخلي واحد الاثر صغير في القلب، كيبقى معانا أكتر وطول مما كنا كنظنو. كلام الجارح، التنمر النفسي. التنمر ماشي ديما كيجي بصوت عالي، ماشي ديما كيكون واضح، ماشي ديما كيخليك تعرف بالضبط شنو وقع. بعض المرات كيجي في شكل كلمة خفيفة، نظرة قصيرة، تعليق، ولكن في شي حاجة كتجرح. قبل ما نبداو هاد الحلقة مستندة على كتاب مهم، The Bully, The Bold and the Bystander. كتاب كيعطينا واحد النظرة مختلفة شوية، كيقول أن التنمر ماشي غير موقف بين جوج ديال الناس، ولكن هو نظام كامل كيتكون من أدوار. كيكون فيه المتنمر، الضحية، وحتى المتفرج اللي أغلب الأحيان كيكون ساكت، ولكن حتى هو عنده دور كبير. كيأكد على واحد الفكرة أن التنمر كيستمر ملي الناس كيسكتوا عليه. واليوم غادي ناخدو هاد الفكرة ونقربوها لحياتنا اليومية بطريقة بسيطة ولكن حقيقية. التنمر النفسي ماشي ديما كيكون واضح، وهذا هو اللي كيخليه خطير أكتر. ما كيجيش ديما في شكل إهانة مباشرة ولا كلام قاصح، ولكن كيجي في حوايج صغيرة كدوز بالزربة ولكن كتخلي أثر كبير. تعليق بسيط فيه تقليل، نظرة فيها حكم، مقارنة غير مباشرة، سخرية خفيفة، وحتى تجاهل متكرر. ومن برا يمكن يبان كل شي عادي، ولكن من الداخل كيوقعو حوايج أخرى. كيوقع إحساس خفيف بالنقص، بالتوتر، أنك خاصك تبدل شي حاجة فيك باش تكون كافي مثلا. وهنا كاينة فكرة مهمة من الكتاب، التنمر كيتبنى على الخوف والسيطرة، ماشي على القوة الحقيقية. يعني الشخص اللي كيتنمر ماشي قوي كما كيبان، ولكن كيحاول يبان قوي باش يغطي على نقص كيكون فيه هو. خاصنا نفهمو أنه التنمر الكيوت اللي كيكون مخبع في ماك تقلقتي أنا غير كنضحك معاك، ياه وليتي حساس طيب بنادم ميقدرش أنه يضحك معاك كاع ولا يقولك شي هضرة. هذا هو اللي خاصنا نوعو بيه كتر. التنمر اللي واضح راه واضح، ولكن هذا كيكون مخبع ومولاه كيزيد أنه يتلاعب بك نفسيا باش مكتحسش بدور الضحية، كتحس بأنك انت اللي ناقص، أنك انت اللي مكتقبلش الضحك ومكتقبلش المزاح. هو العكس، خاصك توعى بيه وخاصك تواجه وما تخليش داك الشخص يتلاعب بك. علاش كلمة صغيرة يمكن ما تكونش مقصودة ولكن تبقى معنا نهار كامل أو حتى أكثر؟ علاش تعليق عابر يقدر يرجعنا نفكروا فيه مرارا وكأنه آه، شي حاجة كبيرة؟ الجواب كيرجع لطبيعة الإنسان، حيت الإنسان كيحتاج يحس بالقيمة، كيحتاج يحس أنه مقبول وأنه مهم وكيستاهل الاحترام. ومن الصغر كنكبروا وكنتعلموا نربطوا هذا الإحساس بردود فعل الناس، كلمة زوينة كنفرحوا، كلمة خايبة كنجرحوا. وهنا كيبدا المشكل، حيت كنوليو شوية بشوية كنخليو القيمة ديال راسنا مرتبطة برأي الناس. كنسمعو كلمة وماشي غير كنسمعوها، كنصدقوها، ويولي الصوت الداخلي ديالنا متأثر بصوت الناس. وهنا كيجي واحد الدرس مهم من الكتاب اللي خاصنا نوقفو عنده بجدية. ما تاخديش أي حاجة بشكل شخصي، حيت بزاف ديال المرات الكلام الجارح ما كيكونش عليك انتي، كيكون انعكاس مباشر لداك الشخص الآخر. يمكن نقص في الثقة، يمكن غيرة، يمكن رغبة يحس بالتفوق، يمكن خوف من أنه يبان ضعيف، وحتى تربية فيها قسوة ما فيهاش تعاطف. الكتاب كيأكد على فكرة، المتنمر كيحاول يبان قوي حيت من الداخل ما حاسش بهاد القوة. يعني ببساطة الطريقة اللي كيهضر بها الشخص كتقول علينا أقل وكتكشف عليه هو أكتر. وهنا خاصنا نبدلو زاوية النظر، ماشي كل كلمة كنسمعوها خاصنا ندخلوها لقلبنا. كاين كلمات خاصها تبقى غير أصوات وتدوز، حيت ماشي كل رأي يستاهل يكون حقيقة. وباش نفهمو التنمر بعمق أكتر، الكتاب كيعطينا واحد النظرة اللي مهمة بزاف.
أي موقف ديال التنمر ما كيكونش غير بين جوج ديال الناس، ولكن كيتكون من ثلاثة ديال الأدوار الرئيسية. المتنمر شخص كيحاول يفرض السيطرة، كيستعمل الكلمات أو السلوك باش يحس بالتفوق، وغالبا ما عندوش تعاطف كافي أو ما تعلمش كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بطريقة صحية. الضحية شخص كيتأثر وكيبدا يشك في راسو شوية بشوية، يمكن في الأول يعرف أن هاد الهضرة غلط، ولكن مع التكرار كيولي يسول راسو واش فعلا فيا شي نقص، وهنا كيبدا الأثر الحقيقي ديال التنمر النفسي. وثالثا اللي هو المتفرج، وهنا كاينة المفاجأة. الكتاب كيشدد بزاف على هاد الطرف حيت هو اللي كيحدد واش التنمر غادي يكبر ولا يوقف. المتفرج يقدر يكون ساكت كيشوف وما كيتدخلش، كيضحك أو حتى كيتجاهل، ولكن الفكرة ما كاينش متفرج محايد. إما بالصمت ديالك كتعطي الضوء الخضر للمتنمر أنه يكمل، أو بالموقف ديالك تقدر توقفه. حتى تدخل بسيط، حتى كلمة صغيرة، حتى رفض واضح يقدر يغير الموقف كامل. وهنا كنكتشفو واحد الحقيقة مهمة: المسؤولية ماشي غير ديال المتنمر، ولكن ديال الجو كامل اللي ساكت عليه. التنمر كيكبر في بيئة ما فيهاش وعي وما فيهاش حدود، ولكن في بيئة واعية فيها ناس كيوقفوا كيقولوا لا. التنمر كيضعف وبشوية كيمشي. وهنا كنفهمو واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، أن التنمر ماشي غير تصرف فردي، ولكن هو تفاعل كامل بين هاد الأطراف: المتنمر اللي كيحاول يفرض السيطرة باش يحس بالقوة، الضحية اللي كتأثر ويمكن مع الوقت بدا تشك في راسها. ولكن الدور اللي كيتنسى بزاف هو ديال المتفرج، داك الشخص اللي حاضر كيشوف ولكن ساكت. والكاتب كيقولك أن الصمت كيكون موافقة غير مباشرة. يعني إلا شفنا موقف فيه تقليل، فيه سخرية، فيه ظلم، وسكتنا، راه بشكل غير مباشر كنساهمو في استمرار داك الفعل، يمكن ماشي بقصد ولكن السكوت ديالنا. وهاد الفكرة ماشي سهلة، حيت في الوقت اللي كتقول انك انت بريء وما كدير والو، كتلقى راسك بالصمت ديالك عندك دور كبير. يا اما كتحبس داك الفعل، اولا كتخليها تزيد تستمر. وهنا في المقابل كاين امل، حيت حتى موقف صغير، حتى كلمة بسيطة، حتى نظرة رفض تقدر توقف التنمر. وهذا درس مهم بزاف، ماشي غير في هذا الموضوع ولكن حتى في الحياة كاملة. بعض المرات الوقوف مع الصح كيبدا غير بعدم السكوت. دابا بعد ما فهمنا الصورة كيجي السؤال الأهم: كيفاش نبقاو ثابتين نفسيا وسط هاد النوع من المواقف؟ كيفاش نحافظوا على السلام الداخلي ديالنا حتى ملي يكون اللي قدامنا سلبي؟ كاينين خطوات بسيطة ولكن التأثير ديالها كبير بزاف. أولهم الوعي. أول خطوة هي أنك تعرف شنو كيأثر فيك، شنو الكلمات اللي كتجرحك وعلاش. الكتاب كيأكد أن الفهم هو أول خطوة للحماية، حيت ملي كتكون واعي ما كتبقاش ردود الفعل ديالك عشوائية، كتولي مختارة. ثانيا الحدود. ماشي أي واحد عنده الحق يدخل لحياتك، ماشي أي كلمة خاصها تلقى طريقها لقلبك. الحدود ماشي قسوة، الحدود هي احترام للنفس، ويمكن تكون بسيطة بزاف: تبعد، تسكت، أو توضح أن هذا الأسلوب هذا منقبولش. ثالثا فصل القيمة ديالك على كلام الناس. وهنا كاينة نقطة حساسة بزاف، حيت بزاف ديال الناس كيخلطوا بين شنو تقال ليهم وشنو هما فعلا. ولكن الحقيقة هي قيمتك ماشي قرار الآخرين. الناس يقدروا يغلطوا ويقدروا يحكموا بلا ما يعرفوك، يقدروا يشوفوك من زاوية ناقصة، ولكن هذا كامل ما كيبدلش القيمة ديالك. رابعا تدريب العقل. العقل ديالنا كيحتاج تدريب بحال الجسم. كاين تمرين بسيط: كل نهار قول لراسك أنا اللي كنحدد قيمتي ماشي الناس. في الأول يمكن تحسها غير كلمات، ولكن مع التكرار كتولي قناعة، وكتولي عندك واحد الصوت داخلي أقوى من أي صوت خارجي. وفي الأخير الحماية النفسية ماشي أنك ما تتأثرش أبدا، ولكن أنك تعرف ترجع لراسك وتوقف على رجليك كل مرة كتأثر. وهنا كتكون القوة الحقيقية. في الحياة غادي نلقاو بزاف ديال الناس، أفكار مختلفة، بطاقات مختلفة، وحتى بأساليب ماشي ديما مريحة. ماشي كل واحد غادي يهضر معنا بلطف ولا يفهمنا ولا يحترمنا بالطريقة اللي كنستاهلو. وهنا كيجي واحد الدرس بسيط: ماشي كل معركة خاصها رد. بعض المرات كنحسو خاصنا ندافعو على راسنا،
كنشرحو، نبررو، ونجاوبو على كل كلمة، ولكن الحقيقة هي أن بعض المعارك إلا دخلتي ليها كتخسر فيها الطاقة ديالك حتى إلا كنتي على حق. بعض المرات القوة الحقيقية ماشي في الكلام ولكن في الصمت، ماشي في المواجهة ولكن في الاختيار أنك تمشي، أنك ما تجاوبش، أنك ما تدخلش في صراع ما غادي يزيدك حتى حاجة، حيت كاين ناس ما باغينش يفهموك، باغيين غير يخرجوا الطاقة السلبية ديالهم، وإلا عطيتيهم الانتباه كتعطيهم القوة، ولكن إلا اختاريتي الهدوء والابتعاد كتحافظ على راسك، وهذا الشيء ماشي ضعف، هذا هو النضج، حيت ماشي كلشي يستاهل وقتك، وماشي كلشي يستاهل طاقتك. وبغيت نقول لكم واحد الحاجة، في وسط هذا العالم اللي قاصح وصعيب بزاف فيه ناس كيعيشوا حوايج اللي ما كنشوفوهاش، وحنا كاملين عندنا ظروف، عندنا تعب، خوف، ضغط، وجروح اللي مخبية، يمكن ما نعرفوش شنو كيدوز في حياة أي واحد قدامنا، واحد كيبان قوي ولكن قلبه مكسور من الداخل، واحد كيضحك ولكن هز الحزن ديال الدنيا والدين. وهنا كيبان الدور ديالنا الحقيقي، ماشي غير نحميو راسنا ولكن حتى نكونوا الأثر الخفيف في حياة الناس اللي دايزين في حياتنا. لكن خاصنا ننتبهوا لحاجة مهمة بزاف، حاجة بعض المرات كنستهينوا بيها بلا ما نحسو، هي الكلمة. نقولوا قلت غير كلمة، كنت غير كنضحك، ولكن الحقيقة أن الكلمة ماشي غير صوت كيدوز، الكلمة أثر، تقدر تكون خفيفة في الفم ولكن ثقيلة في القلب. كاين كلمات كدوز في ثواني ولكن كتبقى مع الإنسان سنين، جملة وحدة تقدر ترفع الواحد، تقدر تخليه يشوف راسو بقيمة وتعطيه دفعة يكمل. ونفس الكلمة تقدر تكسر الواحد وتزرع فيه الشك، يمكن يبقى معاه مدة طويلة. والمشكل أن اللي كيقول هاد الهضرة هادي كيقدر ينساها بالزربة، ولكن اللي سمعها كيبقى عايش بيها. لهذا خاصنا نكونوا واعيين، ماشي غير بشنو كنقولوا ولكن حتى بكيفاش كنقولوا وفاش كنقولوا، حيت في هاد العالم اللي فيه بزاف ديال الألم اللي ما كيبانش الكلمة تقدر تكون جرح وتقدر تكون دواء. وهذا كيرجع للاختيار ديالنا، واش نكونوا سبب في الألم ولا نكونوا سبب في شوية ديال الراحة. الكلمة الزوينة، الاحترام البسيط، الابتسامة الصادقة، التعامل بلطف، حوايج صغار ولكن تأثيرهم كبير بزاف، تقدر تبدل نهار كامل ديال شي واحد، تخفف عليه وتخلي قلبه يرتاح شوية. وفي نفس الوقت خاصنا نخدمو على راسنا ونصلحو الداخل ديالنا باش ما نخرجوش الألم ديالنا في شكل جرح للناس الآخرين بلا ما نحسو. حيت في الأخير كل واحد فينا عنده اختيار، إما يزيد قسوة في هذا العالم أو يكون سبب في شوية ديال الضوء، شوية ديال الدفء، وشوية ديال الأمل. وحاجة أكيدة، حتى أثر صغير منك يقدر يوصل بعيد، يوصل القلب، محتاج غير كلمة طيبة وإحساس بسيط بأنه مفهوم. اختيارك اليوم هو اللي كيحدد واش غادي تكون سبب ألم ولا سبب راحة. وفي النهاية التنمر النفسي والكلام الجارح مش الحقيقة ديالك ومشي تعريفك ومشي الشي اللي خاصو يحدد شكون انتي. يمكن يأثر، يمكن يوجع، وهذا طبيعي، ولكن مخصوش يبني الصورة اللي كتشوفي بها راسك. كاينة واحد الجملة زوينة بزاف في الكتاب اللي كتلخص هاد الفكرة كاملة: القوة الحقيقية ماشي في أنك تربح على الآخرين ولكن في أنك تبقى وفي لراسك، تبقى عارف شكون نتا حتى إلا الناس غلطوا فيك، تبقى ثابت حتى إلا حاول شي واحد يهزك، حيت في الأخير أهم علاقة عندك هي العلاقة ديالك مع راسك. إلا كاينة رسالة وحدة بغيتك تاخدها معاك من هاد الجلسة فهي هادي: متخليش كلام الناس يكون أعلى من صوتك الداخلي، حيت داك الصوت هو اللي كيعرفك بصدق، هو اللي عارف الرحلة ديالك والتجارب ديالك وحتى المعارك اللي مشافهم حتى واحد. وإلا في شي لحظة حسيتي براسك تأثرتي ولا تزحزحتي شوية، تفكري حتى القلوب القوية كتألم ولكن ما كتوقفش، كتألم ولكن كترجع، كتوقف وكتكمل الطريق. إلا وصلتي حتى لهنا شكرا بزاف من القلب، حيت الوقت ديالك ثمين، واختيارك تسمعي وتفكري وترجعي لراسك راه خطوة كبيرة ماشي بسيطة. إلا عجبك الفيديو دير لايك واشترك في القناة باش توصلك جلسات أخرى بحال هكا، جلسات هادئة ولكن فيها عمق وفيها رجوع حقيقي للنفس. نشوفكم في حلقة جاية، جلسة نحاولوا فيها نحافظوا على السلام ديالنا وسط هذا العالم. في أمان الله وحفظه.